بسم الله ولا استعانة إلا به والحمد لله ولا ثناء إلا عليه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين. وبعد، حين نأتي بعد فاتحة الكتاب نجد أن التي تليها في النسق المصحفي سورة البقرة. سورة البقرة الاسم نفسه عجيب، وخاصة في بيئة عربية لم تكن البقرة في يوم ما من حيواناتها ولا أنعامها، ما يعرفوش البقرة دي خالص. ونجد أنها مدنية، مع أن كان المنطق أننا نجيب سورة مكية، لأن هو قال لك لا، كلمة مكي ومدني دي لازم نفهمها شوية. مكي ومدني يعني ايه؟ طب احنا نعرف مكة ونعرف المدينة كمكانين مقدسين، ده مطلع النبوة وده مهاجر النبوة، وده فيه المسجد بيت الله وده المسجد النبوي. لما نقول مكي ومدني في القرآن لازم نلحظ ان فيه حدث وفيه مكان للحدث وفيه زمان للحدث. احنا قلنا ان كل فعل من الافعال لا بد ان يكون له زمان يقع فيه ومكان يقع فيه، اللي بنسميه الظرف. ظرف زمان ولا ظرف؟ حين تقول كتب يبقى لازم كتب دي لها زمان الماضي، مش كده ولا لا؟ خلاص كده. طيب كتب في ايه؟ وهو في الفصل ولا في المسجد ولا في الشارع ولا في البيت؟ يبقى لازم كل حدث له زمان ومكان. مش بس كده، له زمان وله مكان، ولازم يبقى له فاعل، وان كان متعديا يبقى له مفعول، مش كده؟ وله سبب يدفع اليه، مش كده ولا سبب يدفع له، وله قوة تقدر عليه، ولا يبقى خدنا كام دلوقتي؟ فاعل، مفعول، زمان، مكان، سبب، قدرة على الفعل. ما دام العناصر دي لكل حدث يبقى الانسان لازم يكون مؤدب. فاذا ما اقبل على اي فعل فلا يجب ان يقول افعل كذا، لانه لا يملك واحدا من هذه العناصر. لا يملك ان يبقى فاعلا، يمكن يموت. انا اذهب غدا الى المكان الفلاني، نقول له يا شيخ انت تضمن ان تبقى ايها الفاعل؟ ما تضمنش دي، يبقى العنصر ده راح منك. ادي عنصر. العنصر الثاني مثلا هقابل فلان، طب وانت افرض انك انت فضلت، تضمن ان فلان ده يبقى فاضل اللي هو المفعول؟ لا والله. اذا المسألة كلها طب السبب هتعمل عشان عشان ما يمكن يتغير السبب. طيب افرض كل دي اتوجدت ولا عندكش بقى قدرة، جالك شوية مرض كده وحشوك، الله، يبقى اذا انت ما تملكش اي عنصر من عناصر الفعل. اذا ربنا بيقول اتأدب بقى ما دمت لا تملك عنصرا من عناصر الحدث، اياك ان تقول اني فاعل ذلك غدا، وقل الا ان يشاء الله. يبقى ساعة تقول الا ان يشاء الله عصمت نفسك من الكذب. فاذا لم تفعل تقول ما شاءش ربنا، ويبقى ما افتتش على شيء لا تملكه. يبقى ما دام الحدث عايز زمان ومكان. نزول القرآن بقى حدث عايز زمان وعايز وعايز مكان، كلام على الاول، وعايز فاعل وعايز منزل عليه اللي هو محمد، وفاعل هو مين؟ وهو الله، مش كده ولا لا؟ وعايز سبب وهو هداية البشر، مش كده؟ وعايز قدرة من الفاعل. كل الاسباب مواتية لله، كل الاسباب مواتية لله. بقي الزمن والمكان. الزمن والمكان ده؟ ام قال لك ان اعتبرت الحدث بالنسبة للزمن فتقول القرآن ده مكي او مدني. اذا كان القرآن قد جاء قبل الهجرة فقل هو مكي، لان الزمن كان قبل الهجرة. وان اعتبرت المسألة بعد الهجرة قل ده يبقى تقول هو مدني وان نزل بمكة،
لانه جه بعد مين؟ يبقى جعلت الزمن هو الايه؟ هو الفاصل. فان جعلت الزمن هو الفاصل فالمكي ما كان قبل الهجرة خلاص، والمدني ما كان بعد الهجرة خلاص. ده كلام على الاول. ده انا اعتبرت مين؟ انا اعتبرت الايه؟ الزمن. وانا اعتبرت المكان. ما احنا عايزين ظرفين، ظرف زمان وظرف مكان. ان اعتبرت الزمن يبقى، وان اعتبرت المكان يبقى المكي ما نزل بمكة وان كان في عصر المدينة. مفهوم؟ والمدني ما نزل بالمدينة وان كان في عصر مكة. ما لناش دعوة، وان كان دي ما يجيش. مفهوم؟ يبقى اذا مرة تعتبره مكي، ادي الخلاف. وبعدين يقول لك العلماء مختلفين في المكي، ما يتفقوا على المكي والمدني. تقول له يا شيخ بالاعتبار، اتريد الزمان ام تريد المكان؟ اتريد الزمان؟ فان اردت الزمان فالمكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، وان كان العصر مختلف. مفهوم؟ يبقى مرة تعتبر الزمان ومرة تعتبر الايه؟ والشيء اذا كانت جهته منفكة لا يقال فيه تناقض. يقول لك بعض الناس يقول على دي مكي وبعضهم يقول عليها مدني، بيختلفوا ايه؟ كله باعتبارين يا اخوي. مكة عندنا لانه يعتبر الزمن، ومدني عندنا لانه يعتبر المكان. يبقى ما فيش خلاف. يبقى ما تقعدوش تتصيدوا الخلاف للعلماء المسلمين عشان تشككوا في كلامهم. لازم ان انتم تفهموا ان لما تكون الجهة منفكة يبقى لا تناقض في الحكم. الجهة منفكة يبقى ما فيش فيه ايه؟ تناقض في الايه؟ في الحكم. طيب نلاحظ ان البقرة اللي هي اطول سورة ومن اوائل ما نزل بالايه؟ بالمدينة. ما دام هي من اوائل ما نزل بالمدينة يبقى لازم يلمح فيها الطابع الايه؟ المدني. والطابع المدني حين يلحظ لا يهمل الاصل في الطابع المكي، لان الطابع المكي ركز كل جهده في العقيدة مش في الاحكام، لان الاحكام انما جاءت لتنظم حركة حياة لمجتمع ايماني. مجتمع ايماني لسه ما ايه؟ ما جاش. احنا عمالين بنلصم في العقيدة الان. لكن هل اذا ذهبنا الى الطابع المدني نخليه من الطابع المكي؟ لازم يجي برضو العقيدة بقى ونروح بفكرهم بالعقيدة. اللي خلى المسألة لها اهمية ايه؟ ان الطابع المكي كان يجابه وثنيين بتوع اصنام كفار ملهمش صلة بدين السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ان ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها ومات عمه ابو طالب فقد النصير في الخارج وفقد السكن في الداخل. خديجة كانت بتريحه سكن له، كل ما يكون تعبان من حاجة تهدهده عليه وتحنه وتعطف وتخلي له المسائل كده يقدر يستقبلها كده استقبال، ولها فقه بفطرتها وبعقلها. لما يجي يقول لها انا اخاف ان يكون اللي جاي لي ده من الوحي يعني حاجه من الاشياء اللي بتصيب تقوم هي تستنتج تقول له انك لا تصل الرحم، مش كده؟ وتكسب الايه؟ المعدوم، وتحمل الكل وتعينه على نوائب الدهر. اللي يعمل كده ربنا يسلمه ابدا. الله استنباط وقياس، استنباط وقياس. جابته منين ده؟ الفطره السليمه الناضجه، علشان تفهم ان سنها كان مقصودا في زيجة رسول الله منها. السن الكبير ده 40 سنة وهو سن 25 سنة دي على غير الطبيعة في زواج الشباب. الشاب عايز يتجوز واحدة سنها اقل ب15 سنة، مش واحدة اكبر منه ب15 سنة. انما دي اعداد الهي، لان رسول الله ستمر به فترة في سن 40 عايز ام تاخد كده على صدرها وتهدهده. طب لو كان متجوز بقى بنت صغيره وجاله الحاله دي كانت تقول للراجل جرى له ايه؟ شوفوا اللي مش عارف. انما دي كانت تقول له لا يسلمك الله ابدا، ما يسلمكش. ولما يجي مثلا يقول لها ده بيجيني الوحي وبيقول لي، قالت له طيب هل اذا جاءك الوحي تستطيع ان تخبرني؟ قال لها نعم. فلما جاء لا جاء يا خديجه، فاخذت رسول الله في حجرها وقالت له اتراه؟ قال نعم أراه. فكشفت عن نحرها
قالت له أتراه؟ قال لا. قالت إذا ليس بشيطان وإنما هو ملك. ملك. ليه؟ قال لك لأن الشيطان لو كشف كده وقح ما كانش يختفي، إنما كونه اختفى يبقى ده دليل على أنه يبقى مش شيطان اطمئن. من الذي كان يستطيع أن يفهم هذا الفهم ولا أن يخرج الموقف هذا التخريج وتاخده وتروح لورقة؟ إذا فحينما ماتت خديجة فقد الإيه؟ السكن، الراحة، الاطمئنان. ولما مات أبو طالب فقد النصير اللي كان حميه من العرب. يبقى ظل رسول الله بقى يتردد عشان يشوف مين يحمي. راح الطائف فلم يجد. ده يدلنا على أن الإنسان حين يستنفذ أسبابه، يستنفذ أسبابه خلاص اللي ربنا اداها له خلصه، يقوم يعرف فيه مسبب وهو الله، ما ييأسش. يقوم ربنا يجيب له النصير لحده. هو راح للنصير فعز عليه النصير. يقوم لما عمل اللي عليه وتعبوه في الطائف ورجع، يوم يجي في ايام الحج بقى ويجي في العقبه ويجوا له الجماعه بتوع مين الأوس والخزرج ويقابلوه ويدوا له المعاهده ويامنوا بيه ويروحوا على الايه المدينه. طب ايه اللي جابهم؟ الله وحمق اليهود وغباء اليهود من اعدائه. حينما سمع وفد المدينه في العقبه ان فيه رسول بيقول انا رسول اسمه محمد، قالوا اسمعوا انه النبي الذي توعدتكم به يهود. ما هو كانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا. قبل ما يجي كانوا يقولوا للكفار سيأتي نبي آخر الزمان نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم. قالوا لعله النبي الذي توعدتنا به مين؟ فهيا نسبق إليه لنؤمن به قبل أن يسبقونا. الله. ويجي له بقى الوفود ويروح على الايه؟ على المدينة ليواجه بقى عداوة من لون جديد. عداوة جاهلة في مكة، انما هنا عداوة عالمة في المدينة. يمكن ولا بد ان الطابع بقى الايه؟ المدني يبرز. هذا الطابع يبرز في صور متعددة. بده رب الجماعة الإسلامية على أن ينهضوا بالدعوة في وسط عدوين. العدو الأول من الكفار إياهم، والعدو الإيه؟ الجديد اللي هو اليهود. يلاحظ أن السورة حينما تكلمت عن ثلاثة أصناف: المؤمنين والكافرين والمنافقين. النفاق ده ظاهرة لم تكن في مكة، وإنما جاءت ظاهرة في المدينة. إزاي؟ ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمونهم الله يعلم. السبب إيه؟ ما جوش في مكة ويجوا في المدينة اللي هي منطلق الإيمان. نقول له نعم، خليك فاهم ما هو النفاق. النفاق ده هو إيه؟ ده النفاق يبقى فيه قوة تنافقها. إنما مكة كانوا مستضعفين. مين اللي هيدعي إنه مؤمن وهو كافر عشان ينافق؟ مين ده؟ هم ضعاف. إذا فالنفاق في المدينة ظاهرة القوة للإسلام. يعني وجد النفاق في المدينة لأن الإسلام أصبح قوة، والقوي هو الذي ينافق، أما الضعيف فلا ينافق. يبقى إذا ظاهرة وجود النفاق في المدينة دي ظاهرة صحية لمين؟ صح، ظاهرة صحية للإيمان، ودليل على أن الإيمان حتى من لم يعتقده قلبا ادعى أنه مسلم قالبا. ده كفاية كده للإسلام. إذا فالسورة كانت ولا بد أن تعالج هذا، ولذلك ركزت بعدما ركزت على خلق الإنسان الأول في آدم وقصته، ركزت على اليهود، وركزت على إبراهيم، وركزت على بناء البيت، ثم أخذت شيئا من الأحكام اللي يناسب العهد المدني. الخمر مثلا، يسألونك عن الايه؟ عن الأهل. الجهاد، ألم تر إلى الذي، كل الدين، الربا، كل دي بقت ايه؟ بقت أحكام ما كان الإسلام يتعرض لها في مين؟ في مكة، لأنه كان في مكة قد اهتم كل الاهتمام بماذا؟ بعقائد. يبقى فهمنا جو الصورة العام. حين تأتي إلى موضوع الصورة
تجدها برضه استهلت بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا أهي آية منها على الخلاف أم هي جاءت للفصل بين السور. وبعد ذلك جاء في أولها ألف لام ميم، كم حرف؟ 3 حروف. ودي مش هي الوحيدة اللي بدأت بهذا، برضه آل عمران بعدها، وبعدين في ألف لام ميم صاد، وفي بعدين في ألف لام را، وبعدين في ألف لام ميم را، مش كده؟ وفي كاف هاء عين صاد، وفيه مثلا طه، وفيه ياسين، كده ولا لا؟ وفيه نون، وفيه حاميم، وفيه حاميم عين سين قاف، وفيه طاسين، وفيه طاسين ميم. صور كتير بدأت بهذه الحروف. لما يجي بقى واحد يسألك يقول لك ما معنى هذه الحروف؟ تقول له السؤال غلط. السؤال خطأ، لأن الحرف لا يسأل عن معناه، وإلا فقل لي ما معنى إن في الإنجليزية وما معنى آر. الحرف بذاته لا يسأل عن معناه، إلا إذا كان حرف معنى. فيه حروف اسمها حروف إيه؟ مبنى وحروف معنى. افهموا دي شوية. معنى حرف المبنى يعني هي اللي نكونه ومن غيره ونكون كلمة. كتب مكونة من الكاف ومن التاء ومن الباء. تسمى هذه الحروف حروف ايه؟ يعني ان كلمة كتب مبنية من 3 حروف، الكاف والتاء والباء. الكاف ليس لها معنى في ذاته الا ادائها للصوت، والتاء كذلك والباء كذلك. لكن لما اقول محمد كزيد تبقى الكاف هنا دلت على ايه؟ تشبيه، يبقى حرف معنى ده مش حرف مبني. كتبت بالقلم تبقى البه دي غير البه في كتبه. البه في الكتبه حرف مبنى مالوش معنى الا ان نبني منه الكلمه، انما كتبت بالقلم دي الباء دي الاستعانه، مش كده ولا لا؟ مثلا الامر لله تقوم تقول اللام ده هي للملك، مش حرف مبنى، ده حرف ايه؟ معنى. اذا فحروف المباني غير حروف المباني لا معاني لها الا الدلاله على الصوت بس. حروف المباني وحروف المعاني لها دلالتها الاصطلاحيه. مثلا في دي بتدل على الظرفيه، من تدل على الابتداء، الى تدل على ايه؟ انا سرت مثلا من القاهره الى الاسكندريه، تبقى من دلت على ايه؟ الابتداء، والى على الاستعلاء، مش كده؟ تبقى دي اسمها حروف ايه؟ حروف معاني، مش حروف ايه؟ مباني. هنا بقى الف لام ميم دي ايه؟ هتعتبرها حروف ايه؟ حروف مباني، يبقى لا معنى لها. يبقى الذي يقول لك ما معنى الف لام ميم تقول له انت ما انتش فاهم. الحرف حين يكون للمبنى لا معنى له. انما قل لماذا بدأ الله هذه الصور بحروف المباني هذه؟ انما ما تقولش معناها ايه، لان ما يبقاش لها ايه؟ ما يبقاش لها معنى. ده عندنا احنا، وان كان بعدين هيتبين ان لها معاني عند قائلها، هيبقى لها معاني عند قائلها. نقوم نيجي نقول له طيب الف لام ميم. كلنا حين تعلمنا كنا لما نتعلم الكتابة يوم يجي اللي بيعلمنا يقول لك كتب اشتهجاها يعني ايه؟ يعني كتب دي مكونة من ايه؟ نقول له كاف فتحة ك، مش كده؟ وت فتحة ت، وب فتحة، يبقى انت اشتهجتها. اذا الامي والمتعلم ينطق اللفظ، والفرق بين المتعلم والامي ان المتعلم يعرف مما كون هذا اللفظ من حروف المباني، انما الام ما يعرفش. الاثنين بيقولوا اكل وكتب وشرب وراح وجه، انما المتعلم هو اللي يقول راح، يقول دي ما من راه الف، مش كده؟ وحاء. الام ما يعرفش الحكايه دي. الله، اذا انما يقولها هو اذا يجب ان تفرق بين اسم الحرف ومسمى الحرف. اسم الحرف ومسمى الحرف. كتب كمسمى، اسمها ايه؟ كاف مفتوحة، انما مسماها ايه؟ ك والتاء.
تاء دي مسمى اسمها ايه؟ تاء مفتوحه اللي انت بتقولش تهجها بقى تاء يعني قول اسمها ايه. وباء باء ما هو بيقولها الام راخر مش كده، انما المتعلم يقول لك باء، المتعلم يقول باء مفتوحه، انما الامي ينطقها فقط. اذا فالامي والمتعلم يشتركان معا في نطق مسمى الحرف، انما اسم الحرف ما يعرفوش الا مين؟ الا المتعلم. الا مين؟ المتعلم. يوم لما يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ويجي يستهل مثلا سوره من سور القران يقول الف لام ميم وهو لم يكن متعلما بشهاده الجميع فمن علمه اسماء هذه الحروف. مين اللي علمه اسماء هذه الحروف؟ يبقى توقيفي سمعها، ولذلك بتنطق نطق خاص كمان، ما بقولش الف لام ميم، بل التوقيف على انها ايه؟ الف كانها حاجه مستقله خالص، ولام تقف عليه، يبقى ما دام تقف عليها على الف دي يبقى لازم لها معنى، مش واخد بالك؟ لان معنى انك تقف يبقى معناها ايه؟ ولذلك لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه؟ انك لما تقرا القران يبقى لك بكل حرف حسنه. لا اقول الف لام ميم حرف، ولكن اقول الف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل واحده لها ايه؟ وهذا هو السبب في انك تقراها بالسكون، ما بتقراهاش وبعضها الف لام ميم، تقول الف لام ميم. حين تقول لي معانيها ايه اقول لك ما تقولش معانيها، قول لماذا جاءت هنا بس، لماذا جاءت هنا. اقول لك جاءت هنا علشان تثبت ان محمد بشهادة الجميع امي، والامي لا يعرف الا مسمى الحروف ولكن لا يعرف اسم الحروف. فحين ينطق محمد باسماء الحروف وينطقها ساكنة ويفرق بين الف لام ميم في اول البقرة والم نشرح لك في اول سورة الانشراح، مع ان الصورة واحدة يدل على انه توقيف من الله يقول بلسانه ما يسمعه عن الحق باذنه. والان نحب ان ننتقل الى قضية اخرى، وهي قول الحق سبحانه هدى للمتقين. فان كنت ستقف على قول الله ذلك الكتاب لا ريب اي لا شك فيه، ثم تبتدئ كلاما آخر فتقول فيه هدى للمتقين يجوز هذا، أو تقول لا ريب فيه ثم تبتدئ كلاما جديدا وقضية جديدة فتقول هدى للمتقين. هدى والمتقين لا بد أن نحدد معنى كل كلمة حتى نفهم المنطلق الذي نرتب عليه قضايا. هذه القضايا هي التي ستكون دستورنا في الحياة. الهدى هو الدلالة الموصلة للمطلوب، فكل دلالة توصلك إلى المطلوب اسمها هدى. فالإشارات التي تدل على الطرق هدى، والمشير عليك بسلوك طريق مخصوص هدى، والذي يبين لك المنهج الموصل لأي شيء هدى. إذن فالهدى يتطلب هاديا ويتطلب مهديا. وهدى إلى ماذا؟ لا بد أن تكون هناك غاية منصوبة حتى نحقق الدلالة لها، فإن لم تكن هناك غاية منصوبة فلا معنى لوجود الدلالة الموصلة. إذا معنى الدلالة الموصلة إلى المطلوب يبقى لا بد أن نحقق المطلوب أولا ثم نبحث فيما يوصلنا إلى المطلوب. إذا فلا هداية إلا بعد معرفة مطلوب. من الذي يحدد المطلوب؟ ومن الذي يحدد الدلالة إلى المطلوب؟ إذا ما أردنا أن نعرف ذلك في لغة البشر ومنطق واقعهم في الحياة، أن الذي يحدد المطلوب
هو من وثقت بحكمته في أن يحدد لك مطلوبا. والذي يحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب لا بد أن يكون له من العلم ومن الخبرة ومن الحكمة ما يدلك على الوصول إلى المطلوب بأقل مجهود في أقل زمن. إذا ما نظرنا إلى الناس في أوضاعهم وجدناهم يحددون مطلوبات، ووجدناهم يحددون دلالات توصل إلى هذه المطلوبات. فمثلا إنسان مطلوبه أن يبني قصرا، هذا هو المطلوب. هذا المطلوب من وضع البشر لا يمكن أن يستوفي كل أمور الكمال. لماذا؟ لأن الذي فكر في وضع ذلك المطلوب بشر قاصر. والدليل على ذلك أنه يطلب من المهندس أن يرسم له القصر، ثم يأتي غدا ليقول له أرجو أن تعدل ذلك. حين يقول له أرجو أن تعدل ذلك معناه أن حكمة غابت عنه بالأمس ثم ظهرت له اليوم. وحين يبتدئ المهندس البناء يقول له لا، الغي ما كان من الرسم في كذا واصنع كذا. إذن فقد تغير المطلوب، وربما بنى وسكن واستقر ثم يعن له بعد استعمال القصر في المطلوب منه أنه كان يجب أن يكون كذا، وأن يفتح باب هنا، وأن تسد نافذة هناك، وأن توجد دورة مياه هنا، وأن ما الذي جعل المطلوب يتغير؟ الذي جعل المطلوب يتغير هو قصور علم البشر، قصور علم البشر. وإذا كان هذا بالنسبة له هو رسم فغير، وساعة التنفيذ غير، وبعد أن سكن غير، فما بالك إن جاء إنسان له تصور أعلى في هذه المسائل، ألا يغير أيضا؟ يغير أيضا. إذن فتحديد المطلوب مما يمكن أن يكون علمه قاصرا وأن يكون في مثله من هو أعلم منه يبقى مطلوب غير ثابت. فهبه حدد المطلوب ثم أراد أن يحدد الدلالة إلى المطلوب. كذلك أيضا في تحديد الدلالة. ليه؟ لأن علمه مش مستوعب، علمه مش كامل. يجوز أن يحدد الطريق إلى القصر من هنا، وبعد ذلك حين يأتي فيجد عقبة لا يتغلب عليها فيضطر أن يلوي الطريق. يجوز أن يحدد المطلوب ويحدد الدلالة الموصلة إلى المطلوب، وبعد ذلك حين يشرع في تنفيذ هذه الأشياء تقصر إمكانياته. إذن هو عمل أشياء على غير مقتضى إمكانياته، وقد تكون إمكانياته الذاتية المادية موجودة ولكن استيرادها مش متيسر، ما بينتجهاش هو الله. إذن ففيه عقبات كثيرة في أن يحدد البشر القاصر في العلم وفي الحكمة مطلوبا وأن يحدد دلالة. إذن إذا أردنا مطلوبا لا يتغير ودلالة لا يستدرك عليها يبقى لا بد أن تكون من كامل العلم علشان ما يبقاش فيها تغيير ولا يكون عليها استدراك أبدا. فإذا ما وضعها وإمكانياته لا يمكن أن تنقص. ما نقولش إن ما بقاش عنده إمكانيات، ما نقولش إنك أنت قدرت وقت المطلوب شيئا وبعد ذلك جهلت أنك قد لا تقدر. كل شيء ملك له. إذن فإذا حدد مطلوبا فلا استدراك على مطلوبه، وإذا حدد دلالة موصلة إلى المطلوب فلا استدراك على هذه الدلالة. ولذلك يقول الحق لينبهنا إلى هذه القضية: إن الهدى هدى الله، فكل هدى سواه مستدرك عليه. كل مطلوب تنصبه كغاية من الممكن أن يتغير، كل دلالة توصل إلى غاية من الممكن أن يتغير.
لكن إذا كان المطلوب من الله هو الذي حدده والدلالة من الله وهو الذي حددها، فلا استدراك لخلق الله على ما قدر الله مطلوبا ودلالة. الله